ولما كانت الحلقة 27 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا قير لما رأى من صاحبه ما رأى حسده على نعمة الله، وبات ليلته سهران وقد لبسه الشيطان، ففكر وأطال التفكير وقدر وأحكم التقدير، ثم ذهب إلى أبي صير بفكرة الزرنيخ والجير، وتركه أبو قير يحسب المقادير ويصف المواجير ويخلط الزرنيخ بالجير، وانطلق إلى السلطان شيطانا في صورة إنسان، فجعل يوسوس إليه ويصب السم في أذنيه. انت صحيح يا مولانا السلطان بنيت حمام؟ دي حكاية يعرفها الخاص والعام. يعني بنيت الحمام ده من نعايم الدنيا. دي حكاية تانية، حاجة ما خطرتش على بالنا، ما كان لهاش وجود في بلادنا. انا مش بكلمك عن الحمام، احنا في صاحب الحمام. ماله؟ انت تعرف ماله؟ انا ليا اعماله. انت تعرف اعماله؟ ما هي قدامنا، احنا اكرمناه وهو اكرمنا. انت بتغرك الظواهر؟ احنا لنا الظاهر وربنا يتولى السرائر. على كل حال ملحوقة يا مولانا. اللي هي ايه؟ الحمد لله اللي جيت لك قبل ما تروح له الحمام. هو انا لسه ما رحتش الحمام؟ مولانا ايه؟ انت رحت الحمام من مدة 3 ايام. مولانا. الله، ايه مالك؟ مبارك مبارك، ألف يوم مبارك. ايه هو اللي مبارك؟ نجاتك. نجاتي من ايه؟ نجاتك بحياتك. انت بتقول ايه؟ مش بتقول يا مولانا انك رحت الحمام؟ ايوه رحت الحمام. مبارك مبارك، الحمد لله. انت اتجننت يا ابو قير؟ ده ربنا فضله كبير. انا مش فاهم حاجة، ايه الحكاية؟ ولا حكاية ولا رواية. انت استحميت في الحمام؟ ايوه استحميت في الحمام. ودهنت من الدواء؟ دواء ايه؟ الدواء اللي عنده؟ ولا شفته. مبارك مبارك مبارك. انت مالك؟ الحمد لله اللي ربنا نجاك من شره. اللي هو مين؟ ابو صير. انت تعرف ابو صير؟ اعلم يا مولانا ان وراك مؤامرة وخيانة. مؤامرة ضدي؟ مؤامرة ضدك. ابو صير من زمان بيفحر لك، عامل لك سم تدهن بيه جسمك. مين اللي قالك؟ عيني اللي قالت لي، وهو بلسانه وقع لي. ازاي؟ جايب معاه تابوت. تابوت؟ ايوه. وفيه ايه التابوت؟ فيه ميت محطوط. ميت محطوط؟ يحط عليه الحنوط ويسيبه مدة فوق الجثة لما تبقى ريحته وحشة. وبعدين يخلط عليه الزرنيخ والجير ويحطه في مواجير ويقدمه لك يا مولانا السلطان، ويفهمك انه يسقط الشعر من جسم الانسان. ساعة ما يتهن لك يمشي السم في جسمك. ساعة ما عرفت افتكرت خيرك ومعروفك. الحكاية دي من تأليفك؟ انا يا مولاي برد لك جميلك. وازاي تبقى مؤامرة ويقول لك عليها؟ عشان هي المؤامرات حكاية الناس تحكيها؟ هو قال ده اولا، وثانيا يعمل معايا كده ليه مع ان اكرمته واحسنت اليه؟ انت يا مولاي مش مصدقني؟ ايه اللي يثبت لي؟ عندك الحمام، روح شوف السموم اللي عاملها، ومع ذلك انا هحكي لك الحكاية من اولها.
احنا كنا مأسورين. مين؟ احنا الاتنين. فين؟ عند الملك نمرود. الملك نمرود عدوك اللدود. لما خدوني على بلادهم فتحت لهم مسبغة وسبغت لهم هدومهم. ساعة ما شافوا الألوان طارت عقولهم وخدوني على الملك بتاعهم. بعد ما كان بيعذبني أكرمني وقال لي اتمنى عليا. اتمنيت الحرية وقمت في غليون كان معدي لما وصلت البلد دي. وسبت ابو صير هناك لغاية النهاردة بس يا مولاي. قالوا لي ان في حمام جديد في الوسعاية، واروح الحمام ولاقي ابو صير. الله، ايه اللي جابك يا ابو صير؟ حكالي حكاية غريبة يا مولانا. قال لك ايه؟ قال لي كلام واحنا في الحمام. انا ساعة ما سمعت خفت وجيت لك اجري يا مولانا السلطان. من لبختي دخلت عليك من غير استئذان. معرفتش. قال لك ايه؟ باختصار الملك نمرود بعته علشان يقضى عليه. الجبان مش قادر يواجهني، يبعت لي جاسوس يقتلني، ولما ينجح ويتمم له مراده يفك أسر مراته وولاده ويخليه يرجع بلاده. ده تمن الخيانة. وفعلا جه يا مولانا ومعاه التابوت والميت والحنوط. أنا سبته في الحمام عمال يعجن الزرنيخ والجير ويعبي في المواجير. اسمع يا ابو قير. ايوه يا مولانا. احنا محدش ويانا. ايوه يا مولانا. السر ده محدش يعلمه غيري وغيرك. ايوه يا مولانا. فيك من يكتم السر كبير. خلاص اتفضل انت يا ابو قير. هتعمل ايه؟ هكشف السر، هقابل الشر بالشر والباقي اصلا. يا قبطان. مولاي السلطان. حضر الركبة. امتى؟ الآن. مولانا السلطان، انت نورت الحمام يا ابو رضا. يا ابو رضا، مش عاوز حد يكون معانا. امرك يا مولانا، اتفضل. قول لي اول. ايوه يا مولانا. ازاي الملك نمرود على حسك؟ الملك نمرود مش واخد بالك ولا ما تعرفوش؟ وهو ده اللي زي يعرف الملوك. مظبوط مظبوط. وزي التابوت. تابوت اللي فيه الميت والحنوط. التابوت اهو محطوط. اوعى تفرط فيه. افرط فيه ازاي؟ ده امانة. اتفضل من هنا يا مولانا. انا يا مولانا هفاجئك النهارده مفاجأة. وانا هكافئك النهارده مكافأة. انت محضر لي المفاجأة وانا محضر لك المكافأة. تعال شوف يا مولانا. والمواجير دي ايه؟ فيها ايه؟ ده دواء عاملهولك. مين اللي علمهولك؟ ده دواء نعرفه من زمان ينظف جسم الإنسان. أنا عاملهولك مخصوص. طبعا مخصوص مدام جاسوس. جاسوس؟ انت بتضحك على ايه؟ الله، مولانا. انا هخليك تضحك كتير يا قطان. مولاي، اقبض على ابو سير الخاين. مولاي. نبل الله، الحقير تحطه في شوالجير. يحطني في شوالجير وتقف في مركب تحت شباك القصر. ساعة ما اشاور لك بايدي ترميه في البحر. ازاي؟ أمرك يا مولانا. ليه؟ أنا حصل مني إيه؟ كمان عاوز تتكلم؟ أنا هتجنن. قطان مولاي. انا امرت. أمرك يا ملك الزمان. الله، مولانا السلطان. تعال يا أبو صير. مولانا السلطان. مولانا السلطان. مولانا السلطان. تحطوني في شوالجير. احنا هنا نموت الخاينين محروقين غرقانين. محروقين وغرقانين في وقت واحد. نحطهم في زكايب فيها جير وفي البحر نحدفهم. الجير يحرقهم والمية تغرقهم. يا رب انت اللي عالم. انا مظلوم مظلوم. وانا معتقد انك مظلوم.